السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكون صحتكم بألف خير. حابة اليوم انا اسوي لكم صينية بيتزا مع الصوص تبعها. الصوص تبع البيتزا كيف انه بيتساوى. عنا اول شي المكونات عنا ذرة، عنا فطر، علبة فطر، عنا ممكن هون احنا هون مرتديلا، ممكن تستعيدوا انتو فيها بالديك الرومي، ممكن تستعيدوا انتو ب ديك الديك الرومي او اي لحمه او اي نوع من انواع اللحوم. في عنا طماطم مشان الصوص، في عنا سنين توم، في عنا معلقه رب البندوره، في عنا زيت زيتون، فليفله خضراء، زيتون مقطع، بصل صغير مقطع شرائح، بالاضافه للموزاريلا، وعنا مشان الصوص اورجانو، زعتر، والملح. هلا بدنا ننتقل قبل كل شيء لطريقه العجينه. اول شيء خليها انه بالاول انه تتخمر، وبعدين ننتقل لعمليه الصوص. اعزائي المشاهدين، عنا بالنسبه للعجينه عنا 2 كوب طحين حطيناهم هون. عنا هذا ثالث، بلزمنا 3 كواب لانه هذا ثالث كوب، هنحطه كمان. عنا ربع كوب، 3 كوب زيت زيتون. عنا هون الخميره حطيناها، حطينا معلقه صغيره من السكر مع معلقه خميره كبيره مع كوب الماء حنحطه. حنحط زيت الزيتون، الملح نتركه للاخير مشان العجينه. هلا بنحركهم كل المواد. انا بعد ما خلصت العجينه نسيت لكم اعزائي المشاهدين، انا حطيت رشه الملح ورشه اورجانو بتعطيها نكهه كتير طيبه للعجينه. بالاخير انا حطيت رشه الملح والاورجانو. هلا بحط بالقعر الزبديه شويه زيت زيتون وبحطها وبخليها تتخمر لمده 3/4 ساعه. طبعا العجينه طلعت عنا سخت كتير ممتازه. هلا بنخليها على جنب لبين ما نساوي هلا صوص البيتزا. هلا اعزائي حننتقل للصوص. حنحط زيت الزيتون، حنحط شويه الثوم، الثوم بيعطيها نكهه طيبه. حنحط طماطم، وحنحط معجون الطماطم. هنحركه هلدا حتى يتسبكوا كلهم مع بعضهم البعض. بالاضافه حنرش لها رشه الملح، رشه زعتر تعطيها نكهه كتير طيبه، رشه الاورجانو. بنخليهم نتركهم حتى يتسبكوا منيح وينشفوا شوي مشان يطلع الخليط سميك. بعدين بنتركهم ليبردوا. هلا بنتركهم على النار. هلا اعزائي المشاهدين صار الخليط كله متكامش مع بعضه البعض، شايفين كيف؟ هلا صفاه نتركه ليبرد اذا الله راد، بعدين بنشتغل فيه بالعجينه. اصبح جاهز. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما اختمرت العجينه. قطعناها شقف، اخذنا منها شقفه ومديناها بالصينيه. ناخذ بعد ما بديناها بالصينيه بالشوكه نغزوزها هيك، نكبسها مشان هلا تطلع منه تستوي العجينه كلها وتاخذ منكهات كلها.
بعدين هناخد الصوص اللي سويناه وهنحط قسم منه. هنمده. طبعا الصوص فيه اورجانو وزعتر، والعجينة حطينا لها كمان اورجانو. بنحاول نغطي كل الاطراف. هيك صابطة كافية. هناخد رشة جبنة صغيرة، هناخد شوية مرتديلا، فليفلة، كله رشات بتحطوها. طبعا كل شي انتو حسب انتو ما بتحبوا. شوية فطر، هناخد هي حسب الرغبة، بس هي بتطلع كتير طيبة، قسم من جناحات البصل، هناخد شوية ذرة، هلا بقى هنحط جبنة الموزاريلا، هناخد شوية الزيتون، بدنا نضيف له هون شوية جبنة ناقصة. أصبحت أعزائي المشاهدين جاهزة، ندخلها للفرن 10 دقايق. إذا الله بتكون جاهزة عنا البيتزا. هندخلها على الفرن. هلا أعزائي المشاهدين انتهت البيتزا، طلعناها من الفرن، أخذت 10 دقايق. العجينة كتير ظريفة، شايفين كيف؟ عجينة كتير ظريفة. هلا بنستنى عليها لتبرد وبنقطعها بورجيكم بعدين الشكل النهائي إلها. أعزائي المشاهدين بعد ما انتهينا من شوي البيتزا، ما شاء الله تبارك الله، 3 كاسات طحين عطونا 3 صواني، ما شاء الله في بركة. شغل البيت دائما في بركة وأطيب وأحسن من أكل السوق، ولا بتطلع ما شاء الله يعني لذيذة جدا. هي الطريقة هلا دليتكم عليها كتير طيبة ولذيذة جدا جدا، وبتمنى كل المشتركين بالقناة انه يجربوها ويتبعوا الخطوات اللي انا اتبعتها بالضبط، حتطلع معهم نفس النتيجة. وبتمنى ان شاء الله انه تعجبكم، وان شاء الله اذا عجبتكم لا تنسونا من الاشتراك في القناة والضغط على الجرس والتعليقات. وإن شاء الله نلقاكم في فيديوهات قادمة، طبخات قادمة. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين.